ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني مكملين معاكم بعض الامثله. المثل الجديد بقى يقول مسمار جحا. لما تبقى في موضوع كده وعايز تحط نفسك فيه، واللي هو بقى ايه، انا قاعد له بقى زي مسمار جحا بالظبط. جحا ده مكمل معانا، جحا ده من الطفوله الجميله وحواديت جحا وعمره هيجي زي جحا. طب ايه يا عم ده مسمار جحا؟ قالك ان جحا في يوم من الايام كان عنده بيت وقرر ان هو يبيعه. لحد كده تمام كويس، بس استأذن من صاحب البيت اللي هو اشترى منه ان يحط فيه مسمار ويجي يطل عليه. وما تعرفوش ليه، بس هو الراجل ايه يا عيني بسلامة نية قال له تمام. بقى جحا كل يوم الغدا يجي يطمن على المسمار. والموضوع تطور، ما بقاش غدا بس، ده بقى غدا وعشاء. والموضوع تطور ان بقى كمان جحا بيبات. فالموضوع بقى الراجل زهق، ايه يا عم في ايه؟ قال له انا جاي بطمن على المسمار بتاعي وانا متفق معاك على كده. فالراجل خد بعضه وجري ومشي وساب له البيت بما فيه المسمار. عشان كده بيقول لك ايه، زي مسمار جحا. احنا قاعدين زي مسمار جحا والله. طيب امسك الخشب. امسك الخشب دي احنا بنقولها دايما لما تيجي مثلا تشكر في حد او حد يشكر فيك، فايه يا عم في ايه؟ ما تمسك الخشب كده، يعني ما ينفعش كده، انت هتحسدني ولا ايه؟ امسك الخشب ده. الخشبة دي المقصودة بيها الصليب. وبيقال ان هي كلمة قبطية اسمها بيستفرس. يا رب اكون نطقتها صح. انا قعدت اسال اصحابي قد كده على النطق عشان اقولها، فانا قلتها مره مش هعرف اقولها تاني. طيب يعني ايه؟ يعني الخشبة المقدسة. طيب زمان كانوا الأقباط بيدعوا الناس ان هم يمسكوا الخشبة المقدسة دي اللي هي الصليب. ليه يا عم؟ عشان هو بيقولك ان دي فيها بركة وخير وتحفظكم من اي شيء. وفي عهد الامبراطور قسطنطين اللي هم كانوا بقى المؤمنين بالمسيحية كانوا بيسيروا في موكب ويلمسون الصليب ده. كانوا بيلمسوا الصليب ده بهدف الحصول على الخير والبركة. طيب وده كان طبقا للعقيدة اللي هي بتسمى الثالوث، اللي هي الأب الابن الروح القدس. وبعد كده الصليب ده اتحط في مكان مركزي في الدولة القسطنطينية، وأصبح من التقاليد هي التبارك بلمس الخشب ده أو لمس الصليب. وبقت يعني عادة بعد كده ان هم بيلمسوا الصليب علشان يمنعهم او يحفظهم من الضرر او الاذى. وده اللي خلانا بعد كده نقول امسك الخشب. اللي فات ده انا حاولت ان انا اقراه عشان ما اغلطش فيه، عشان كانت حتة مهمة ولازم نقولها. طيب في بقى اللي هو بيقولك ايه، كداب كدب بالابل بصوت محمد سعد. ليه يا جماعة اتقال ده؟ بيقولك لأن كانوا المتجولون في الصحراء بالجمال بتاعتهم كانوا بيتفاجئوا إن الجمل بيعمل حركة إن هو بياكل وبيودي بقه يمين وشمال. فيقولك إيه ده، لقوا بقى عشب ولقوا منطقة فيها خضرة وبتاع، فكانوا بينخدعوا في التصرف ده. ويكتشفوا في الآخر إن الجمل بيعمل كده بس يعني حركة بتتعمل وخلاص. عشان كده قالك إيه، ده كداب كدب الإبل. في مننا كتير قوي بينخدع في ناس وبيتخيل له حاجة وفي الآخر بيبقى في حاجة تانية أصلا يعني. طيب هل كده خلصنا؟ لا، في حاجة بتقولك إيه، عامل نفسه من بنها. تعالوا يا بتوع، عامل نفسك انت، تعالى عامل نفسك من بنها. ليه عامل نفسك من بنها؟ طيب ده بيقولك ايه، ليها اصل؟ ليها اصل. احنا قلنا بقى كل جملة عندنا ليها اصل. اصلها بيقولك ايه، في قطر اللي هو بتاع وجه بحري، اللي هو كان بيمر على بنها اول محطة ليه. فكان بيطلع من القاهرة ويمر على بنها اول محطة. فكان بيقولك الناس اللي ساكنين في بنها جرت العادة ان هم يستأذنوا من الناس اللي قاعدة ان هم يقعدوا بس كام دقيقة دول لحد ما يوصلوا بنها، وبعد كده يبقى يقوموا وهينزلوا وكل واحد يرجع مكانه. فاصبحت دي عادة بالنسبة للناس اللي راكبين في القطر. يقول لك انا من بنها، طب يا عم اقعد على الكرسي، فيقعد على الكرسي، تيجي المحطة بتاعته ينزل ويبتدي الراكب بقى اللي مكمل في بقية المحطات والقطر يقعد على الكرسي. بقت الناس تستهبل وتستخف دمها.
وبقى اي حد يجي عايز يطلع عايز يقعد على كرسي فيقول لك ايه انا بن بنها، فلما يجي يقعد وتيجي محطة بنها يقول له يلا اتفضل، يقول له انا قاعد ومكمل ده الكرسي بتاعي. فعشان كده اطلقوا عليهم مثل ده عامل نفسه من بنها. طيب في بقى مثل تاني بيقول لك ايه احنا دافنينه سوا، او بتتقال بطريقه تانية تحت القبه شيخ. تحت القبه شيخ. طب مين دافنينه ده وايه دافنينه سوا؟ ده بتتقال لما ايه، لما حد يجي يصيع عليك او يستهبل عليك فانت تقول له لا ده انا عارف، انا وانت عارفين اللي الناس مش عارفينه واحنا الاتنين عارفين، فاحنا دافنينه سوا. طب بيقول لك ايه بقى، كان بيقول لك في لصين كان فيهم واحد اسمه نائل اللئيم والتاني اسمه عطية ابو المفاهيم. طيب دول اتشهروا في المدينة بتاعتهم ان هم بيسرقوا بقى يعني ايه سيرتهم زي الزفت، فالناس الاتنين قرروا ان هم يمشوا ويسيبوا البلد، خلاص ما بقى لهمش عيشة في البلد، ويروحوا بقى يشوفوا بقى ايه حالهم في بلد تانية. وهم ماشيين ما يمشوش كده من البلد ساكتين، فخدوا لقوا حمار فسرقوا الحمار وسرقوا بعض المشاغل الذهبية ومشيوا. فضلوا ماشيين بقى بالحمار من بالليل لحد الصبح، لحد ما الحمار جاب اخره وتوفى، لا فيه لا اكل ولا شرب، ويا عيني خلاص الحمار تعب. فوقع مكان الحمار، وقع فجي صاحب نائل اللي هو اللص التاني قال له ايه، قال له طب هنعمل ايه، نمشي بقى وخلاص ونسيب الدنيا دي ونروح. فنائل قال له لا ده احنا هنكسب من الحوار ده كتير قوي. طب هتعمل ايه يا عم نائل؟ قال له ادفن معايا الحمار. دفن معاه الحمار وفضلوا قاعدين، فاهل القريه ابتدوا يعدوا عليهم فبيلاقوهم بيعيطوا في ايه يا جماعه، اصل الشيخ بتاعنا توفى واحنا دفناه. ايه الشيخ ده؟ قال لك الشيخ ابو الصبر، ده راجل من ذو الكرامات وتوفى هنا في البلد عشان قال لك دول يعني كان بيتمنى ان هو يموت هنا عشان قال لك دول من اهل الجنه. فطبعا الناس طيبين جدا وصدقوهم. طب ايه يا جماعه هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل مقام. عملوا المقام، هوب المقام كبر بعد ما عملوا السور بالطين بقى جامع. بقى الموضوع بقى لاهل القريه اللي عايز نفسه في حاجه، عشان هو بقى قالوا لهم ايه ده كان بيشفي اللي ما كانتش بتخلف، ده كان بيشفي اللي ما كانش بيمشي، ده عنده كرامات بقى. فاي حد عنده حاجه كان يروح يحط الصدقه في المكان ويطلب بقى الطلب. ما خلاص بقى من الشيخ اللي هم عملوه شيخ اللي هم سموه ابو الصبر. فبعد كده بقى لهم صيت وبقوا اغنياء جدا جدا، لحد ما جه واحد منهم قال للتاني انا هاخد فلوس وهاخد الاصول بتاعه العقارات اللي احنا اشتريناها في المكان دوت، وهروح لاهالينا في البلد التانية اسيبهم عندهم. فقال له طيب تمام. قال له انت خلي بالك من الصندوق بتاع الصدقات زي ما بيقولوا كده. قال له طيب تمام. راح سافر قعد بتاع شهر، رجع ما لقاش فيه ولا شيء. يا عم فين الفلوس؟ قال له صدقني وحياة الشيخ ابو الصبر ما فيه ولا تعريفه. قال له ايه يا عم انت بتحلف بمين؟ ده احنا دافنينه سوا. بصوا انا حاولت اجمع لكم اكبر قدر من الامثله، هو في كتير قوي، بس انا برضو مش عايزه اطول في السلسله دي عشان ما تبقاش ممله. احنا ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم السلسله الجايه هتكون في حاجات مفيده جدا لينا كستات بيوت، لينا يعني ستات البيت والرجاله. يعني دلوقتي بقت الاهتمامات بقت واحده، يعني اقعد واتفرج رايح فين يعني. طيب في كمان كنت بفكر اعمل حلقات عن الاسعافات الاوليه بقى في كل حالاتها. برضو قولوا لي لو انتوا حابين ان انا اكمل في الموضوع اوكي، نمشي نعمل لنا كام حلقه كده عن الاسعافات الاوليه، ودينا بنستفاد. يعني انا بحاول بقدر الامكان ما اعملش اي هبل واطلع اعمل لكم روتونات واقعد اروق لكم في الشقه والكلام اللهبل ده. انا ما اعرفش اللي بتضيع الباقه بتاعتها على واحده بتنظف شقتها. يعني انت بتضيع الباقه بتاعتك، بتكسبيها فلوس وهي يا عيني بتكسب فلوس وبتروق الشقه. هي ارزاق بس يعني مش عارفه. فانا يعني زي ما قلت لكم احنا مكملين بحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل حاجه تفيد الناس. ممكن بعد كده ابقى زي اللي بيعملوا روتونات دي، الله اعلم، الدنيا ياما بتغير.
فاحنا مكملين مع بعض ان شاء الله باذن الله، ونبتدي بقى نجدد في الحلقات بتاعتنا ونغير في المواضيع عشان ما نزهقش. استنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من يوميات نغلومة. باي باي.